السلام عليكم. بكوباية رز صغيرة هنعمل الحلو اللي أهالينا طول عمرهم بيعملوه، مفيش بيت بيستغنى عنه والكبير والصغير بيحبه. هنجيب نص كوباية رز أو كوباية رز صغيرة وهنغسلها كويس جدا، نحط عليها كوبايتين تلاتة مية، وبعدين هنحطها على النار لما تبتدي الرز يبتدي يستوي معايا. هبتدي هنحط اللبن. أنا حاطة لتر ونص لبن، بس كان دسم جدًا ما شاء الله، حتى تشوفوا الدسامة باينة على الوش أهيّة، ما اضطريتش إن أنا أحط كريمة، لكن لو اللبن عندكم مش دسم ممكن تحطوا الكريمة اللي أنتم عايزينها. غطيت على الرز خالص وحطيت اللبن وسِبته يستوي مع بعض. الرزاية بتشرب اللبن، بتشرب الدسامة بتاعة اللبن. بعدين باكون محضّرة كوبايتين سكر، والسكر ده حسب الرغبة، لو عايزين زيادة حطّوا، عايزين أقل حطّوا، ده حسب رغبتكم. بنحط السكر وبنقلبه كويس جدًا، وبعدين بنسيبه ياخد غلوة وبعد كده بنحط النشا. هيكون الرز لسه سايب معانا شوية، مش هيكون مسك، هو بعد كده أمّا بيبرد بيمسك معانا، مش لازم نحط نشا ياما ونخلّيه يمسك وهو لسه على النار. حطينا النشا، بعد كده بنحط باكو فانيليا أو كيس فانيليا، أو لو في فانيليا سايبة مش مشكلة، نحط الفانيليا وبعدين هنطفّي عليه يتسهده دقيقتين، وبعد كده نكون محضّرين أطباقنا ونبتدي نغرفه. ما شاء الله دسم وجميل ومش محتاج أي حاجة. اعملوه وربنا يحسن ما بين إيديكم، واللي ما عملش اشتراك للقناة يشترك عشان يوصله كل جديد.